قبل ما نبدأ فيديو النهارده حابب اقول لكم صلوا على النبي. وفيديو النهارده هيكون الحلقة التالتة من حكاية هانزان، ويلا بينا على الحكاية. واول حاجة بنشوفها بيكون المعلم بتاع هان بيجهز له قبضة في ايده، والقبضة دي بيكون قوية جدا، وبيقول له احسنت يا هان وانا هعلمك دلوقتي القتال الحقيقي لفن القبضة السريعة الثمانية. وبالفعل يا صديقي المعلم بيضرب هان في بطنه، بتنطره بعيد جدا وهان بيرقد على الارض وبيتوجع بشدة كبيرة. والمعلم بيضحك وبيقول له ده شعور جميل جدا انك تعلم تلميذ عبقري زيك انت يا هان. والمعلم بيفضل يضرب هان بكوسه، وهان بيفضل يزعق وبيكون بيتألم بشكل كبير، وبيقول له يا معلم كل لطيفة معايا شوية. وبنيجي تاني يوم في أكاديمية تشينغ يانغ، بنشوف صاحبنا هو وشيا ماشيين، وشيا بتقول له وانت لسه لحد الان وشك بيوجعك ولا ايه يا هان؟ وهان بيقول لها لا ما تقلقيش يا شيخ، هو ما بيوجعنيش من بدري، على فكره المعلم كان بيهزر معايا بس مش اكتر. وانغ بيكون معدي من نفس المكان اللي صاحبنا معدي منه، وبيكون ورا شخصين من اصحابه، وبيقف قدام صاحبنا وبيضحك ضحكه شريره وبيقول لاصحابه هو مش ده سيد عقد الروح من التريبل اس؟ كان الفتره الاخيره دي بيتالق. وصاحبه اللي ورا ده بيضحك ورا اخر وبيقول له وحياتك يا صاحبي هو كان بيتالق بس، وعلى فكره هو اصلا شكل الكمامه. وشابكه مزعوجه من ده وبتقول لصاحبنا هما بيقصدوا ايه بالكلام ده؟ وصاحبنا بيقول لها سيبك منهم يا شيخ انهم كالذبابه. وهان وشيه بيروحوا المكتب والمدير وهو بيكون قاعد هناك وبيقول لهم انتوا جوتوا ولا ايه؟ انا عندي لكم اخبار سيئه. وفقا لترتيب السلطات العالية اعتبار من اليوم سيتم تعيينكم في المدينة الزرقاء العميقة للانضمام إلى منظمة الحارس، وستبدأ في الحظ الأمامي، وده هو الإشعار يرجى التوجه للمنطقة في أقرب وقت. وصاحبنا بيكون مستغرب وبيقول الحظ الأمامي، والمدير بيكون زهقان وبيقول لهم نعم أنا عارف إن ده هو القرار اللي هيضيع موهبتكم، لكنه قرار من الأعلى، لقد بذلت قصارى جهدي. وهان بيبص على العقد وبيقول له عادي خلاص مفيش حاجة، أنا قبلت الموضوع ده. على ما اظن كده ان الطريق ده هو اللي المعلم قال لي عليه، وقال لي ان انا هسلكه بنفسي. وانغ بيجي هو اتبعه تاني وبيكون بيضحك ضحكه شريره وبيقول لصاحبنا هان انت قلت منذ وقت طويل انك مش جيد زيي صح ولا لا؟ وايه الفايده؟ انا عديت التقييم باقصى صعوبه، ولو انت اغضبت السلطات فهيدخلوك في طريق مسدود. وهان وشاي بيبصوا له بيكونوا متعصبين منه جدا، وصاحبنا بيكون شكله كده عايز يضربه، وعلى عكس المتوقع يا صديقي وانغ بيفعلها على ايديه وبيضحك وبيقول له ايه هو انت عايز تضربني ولا ايه؟ امبارح انا قضيت ليله جميله انا وشيا، وقوتي كمان اتضاعفت وانت دلوقتي مش هتعرف تلمسني. وهان بيكون بيجهز له قبضه، وانغي كمان بيكون بيجهز له قبضه، وهما الاتنين بيكونوا داخلين عشان يضربوا بعض. وبالفعل يا صديقي هما الاتنين بيضربوا بعض وايدهم الاتنين اتصدمت في بعض وعملت انفجار قوي جدا. لكن واللي متوقع هو ان صاحبنا هنا هو اللي كسب، لانه كسر ايد وانغي بكل سهوله وكمان ما فعلش قوته الكامله. بيمسك ايده بيكون بيصرخ حرفيا وبيكون بيتألم بشكل كبير، واصحابه اللي ورا بيكونوا مصدومين لان صاحبنا بضربه واحده بس كسر ايده لنصين وبيكون بيتألم بشكل كبير. وكمان صاحبنا ما بيسكتش على ده وبيجهز له قبضه كمان وبيروح يداله في وشه، وانغ بيكون مصدوم من اللي صاحبنا يعمله. وبالفعل يا صديقي صاحبنا بيديله بالبنيه في وشه وبيخليه يترش الدم حرفيا وبيقع على الارض وبيكون بينزل دم من كل مكان، وكمان بيكون سنانه اتكسرت وبيكون عمال يتألم بشكل كبير. وهان بيمسك تشا وبيمشي، وشا بتقول له احنا هنروح فين دلوقتي يا هان؟ وهان بيقول لها وهنروح في اي حته واللي انا عملته في الشخص ده هو يستحقه. والمدير بيسمع الصوت ده وبيجي عند وانغ وبيزعق بصوت عالي وبيقول اي حد يجي دلوقتي عشان يساعد وانغ لانه مرمى على الارض ومغمى عليه، تعالوا دلوقتي وخدوه للمستشفى. وبنروح لهان وشي بيكون راح للشخص ده، وهان بيقول له مرحبا، والشخص ده بيكونش فاضي وبيكون بيلعب بالتليفون وبيكونش باص على صاحبنا اصلا، وبيقول له بكل برود اول حاجه روح خد رقم من الداخل وروح اقعد في اي حته واستنى ان هم ينادوا على رقمك وبعد كده ابقى تعالى. لكن صاحبنا بيفاجئه بيقول انا مش هنا علشان اطلب منك المساعده، انا هنا عشان الانضمام الى المنظمه. والشخص ده بيتفاجئ وبيكون خايف جدا وبيقول الانضمام، وبيحسب ان صاحبنا بيهزر وبيضحك وبيقول له اوه انا اتمنى لقد امر النائب القائد تشاو ده ان يجعل الامور صعبه جدا عليكم، ويجب ان نعتني بسيد العقد الروح الوحيد من الدرجه التريبل اس في المدينه الزرقاء العميقه. والشخص ده بيقول لصاحبنا تم ادخال ملفكم انتوا الاثنين، وتم تعيينكم في الفريق 527، وتم تعيين هانزان كقائد لفريق 527. وبيبدا يشرح لهم حال المدينه وبيقول لهم في منظمه الحارس كل مدينه لديها الفريق الاول المسؤول عن الاشراف على باقي الحراس، بقية الحراس يقسمون حسب نقاط مسؤوليتهم وينتمون الى فريق مختلف. وصاحبنا وشاي بيسيبوا بيمشوا، والشخص ده بيقول لهم
مكتبة الفريق 527 يقع على اليسار بعد الداخل. وصاحبنا بيشكره وبيسيبه وبيكمل طريقه، وبالفعل صاحبنا هو والشاب بيوصلوا للأوضة دي وبيكونوا متدهولة خالص وبيكون ريحتها قذرة جدا وهما الاتنين بيكونوا مش طايقين الريحة. وصاحبنا بيقول هي دي بقى مكتبة الفريق 527. الشاب بيكون قرفانة جدا وبتقول ده فيها زبالة كتير ومكركبة. وبنشوف في شخصين داخل المكتبة دي وبتظهر البنت دي وبتقول لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ وصاحبنا بيرد عليها وبيقول لها انا قائد الفريق الجديد اللي هو 527 واسمي هانزان. وهي اول ما بتسمع ده بتكون متوترة جدا وبتقول له قائد الفريق الجديد. وبنروح للشخص ده وبيكون راقد على السرير وبيسمع منهم كل حاجة وبتنقل على الجنب التاني وبيقول لهان شعر وجهك لم يكتمل نموه. وجاي بتقول لنا بكل جراءة انك القائد علينا. والشخص ده بيكون عمال يتنطط وبيقول لصاحبنا اخرج من هنا ايها الفتى واعمل على اي حد دور القائد غيرنا. وشاب بتكون مزعوجة من كلامه وبتزعق له وبتقول له هو انت اسلوب كلامك وحش كده ليه؟ وهان بيقول في سره الشخص ده محبط جدا، ازاي الشخص ده عضو في منظمة الحارس؟ والشخص ده بينزل وبيلبس الشبشب وبيكون رجله قذرة جدا وبيروح لشيء وبيكون عمال يضايقها وبيضحك ضحكة خبيثة وبيقول لها صوتك ايها الفتاة ناعم وجميل جدا. كمان بيكون لطيفة لما وجهك بيكون غضبان، ولو انت مهتمة انك تكون صحاب رفيق روح انا هخليك مبسوطة طول الوقت. وصاحبنا بيغضب منه جدا وبيديله بنيه في وشه وفي بطنه بتكون قوية جدا وبترجعه ورا الامطار وبتخليه ينزف من وشه حرفيا ومن كل مكان وبيكون قاعد على الارض ومتألم جدا. ولكن ده ما بيهموش برضه لانه جسمه منحس وبيقعد على الارض وبيمسك الازازة الخمرة دي وبيفضل يشرب فيها. وبنشوف البنت دي تاني وبتكون ماشية وبتقول له انت مهتم جدا بالزعيم الجديد وانا هخش جوه عشان ارتاح شوية. وبالمناسبة هو بيكون اسمه ييفان وبيرد عليها وبيكون غضبان جدا وبيقول لها اونغ انا مش معايا الكثير من المال عشان اجيب بعض المشروبات فانت تدي لي بعض المال قبل ما تمشي. وهي بتضايق منه وبتخرج بره وبترزع الباب جامد وبتقول انا مش معايا المال. وهو بيقوم يقف وبيقول لصاحبنا على ما اظن ان انت شفت ده الفريق 527 ما يملكش اي حاجه وما معوش اي فلوس وحتى ما معناش ان احنا نجيب اي اكل وبرضه انتوا لسه ما زلتوا تتخططوا للبقاء. وهان بيقول له بكل فخر ادام انا هنا الحال ده مش هيستمر كتير. والكلام ده بيعجب يي جدا وبيقول له انت تبالغ في تقديم نفسك. وبيكمل كلامه وبيقول لصاحبنا القي نظره على هذا لقد تم تصنيفنا في المركز الاخير بين فرق الحارس في مدينه ديب بلو من حيث النقاط. في غضن شهرين ستكون نهايه العالم وستجري المنظمه جوله من عمليات التسريح الفرق. سيتم ارسال اولئك الذين تم تسريحهم الى المنطقه السفلي بالحكم على نقاط الحال لفريقنا فان الاستغناء عنها امر لا مفر منه. والمنطقه السفلي في وضعه كزاره ودهور دائما مع ظرف معيشه قاسيه للغايه. ولو انت مش عايز تموت في المنطقه السفلي فاخرج من هنا بسرعه. لكن صاحبنا ما بيهموش ده والازازه بتخلص من ايده بيكون متضايق منها جدا وبيشقلها على الارض. وصاحبنا بيبص عليها وبيفكر وبيقول بالفعل تشاو بيتعب جدا حتى انه يريد يرسلني الى المنطقه السفلي لن اسمح له بالنجاح. وشاي بتقول لهان الشخص ده على وشك الموت انها نفايه عديمه الفائده دعنا نذهب. وصاحبنا بيرد عليه وبيقول لها الهروب من المشاكل لن يؤدي الى اعتيادك على هذا ولو انت اتغلبت على ده يمكنك ان تصبحي قويه وحتى لو انا انضميت الى فريق اخر فلن يسمح لي تشاو بالرحيل. وصاحبنا بيسيبه وبيخرج وهو خارج بيقول بدل من ذلك من الافضل البقاء هنا في الفريق 527 وتحويله الى فريق رقم 1 في مدينه ديب بلو. وبيفتح الباب بقوه وبيقول هفسد خطه تشاو وبيخش على البنت دي وبيكون زعلان وبتقول لهم اخرجوا من هنا انتوا الاثنين انت مش مرحب بك هنا. وصاحبنا بيقول لها بكل غضب وانت تفضل قاعده هنا حتى الموت في الياس. ونغم انها باي شوانغ وهي بتتعصب عليه وبتقوم له وبتقول له هو انت مين بالظبط وانت ازاي عرفت كل المعلومات دي عني؟ وبنشوف احصائياتها بالكامل وبيكون اسمها باي شوانغ مستوى روح العقد ايه الشكل المتحول الصفات العاطفيه الاكاذيب القدره على تغيير مظهرها وشكل الجسم وارتفاع بشكل مرن. وصاحبنا بيقول لقد قدمت نفسي بالفعل اسمي هو هانزان اللي انا اظهرته للتو ده كان مجرد عرض صغير لقدراتي. وبيفاجئ صاحبنا بيقول في باله تبدو هذه المرأة متساهلة لكن حقيقة ييفان طلب منها المال تظهر انها لا تزال تحاول الحفظ على الفريق اذا تمكنا من ضمها فمش هيكون في اي امل للفريق 527. وهي ييفان بتقول له هو انت عايز ايه يعني ولو انت نويت انك تستخدم دي عليا فانا انصحك انك تستسلم. وصاحبنا بيروح عليها وبيمد له ايده وبيقول لها ماذا عن القيام بالمهام معي؟ ربما يكون ييفان مستعد للموت لكنك بالتاكيد لا تريد الذهاب الى المنطقة السفلى. وهي بتقول له وانا صدق ازاي انك تقدر على ده. وبيرد عليها وبيقول لها هتحصل على نصف المكافأة المهام تعاون انت معايا مرة واحدة وستري مدى الثقل الذي تحمله كلماتي. وهي بتسلم عليه وبتقول له اتفقنا بس برضه بتكون متضايقة منه شوية وبتفكر وبتقول هذا الراجل يستطيع ان يرى من خلال اكاذيبي وهو امر غير عادي الى حد ما.
وانا جربته معاه مره واحده مش هتاذيني. وهو بيبتسم وبيبص له وبيقول لها وبما ان هذه هي الحاله فانت المسؤوله عن جمع المهام وانا ساقوم بالفحص. وهي بتكون زعلانه وبتقول له تمام، وبتوري له وبتقول له في 3 مهمات يبدو مناسبين لفريقنا الان، يمكنك القاء نظره. وبالفعل بنشوف المهام دي، وبيكون اول واحده المهام البحث عن افراد الحارس المفقودين، والنقاط اللي هيكتسبها هي 5. والمهمه الثانيه هي حل النزاعات العاطفيه بين اسياد عقود الروح وارواح العقد، والنقاط المهمه دي هي 1. والمهمه الثالثه هي مرافقه اطفال اصحاب الاعمال الى المدارس، ونقاط المهمه هي 1 في اليوم. لكن صاحبنا ما بيعجبوش المهام دي وكمان النقاط، وبيقول لها احنا لو عايزين نقوم بمهمات فنقوم بالمهمات الصعبه زي دي، وبيطلع لها النظام، وبيكون في النظام ده كذا مهمه. واول مهمه هي وصف المهمه قتل الزرج. بعد اكتشاف الحياه تم العثور على انشطه الزرج في مجاري مدينه ديب بلو ويرجى قتلها. والنقاط المهمه دي هي 300 نقطه. يتم حساب مواد الزرج، الفوائد المحتمله بشكل منفصل، عمل الخطر مرتفع، عدد الاشخاص الموصي به 6 الى 8 اشخاص. وهي بتزعل صاحبنا وبتقول له هو انت مجنون ولا ايه يا عم؟ انت مش شايف حجم الفرق اللي موصي به 8 الى 6، يعني فريقين بس عشان يقضوا عليهم. وصاحبنا بيشاور عليه وبيقول انا عارف، فقط مثل هذه المهمه يمكن ان تساعدنا في الحصول على النقاط. وبالفعل صاحبنا بيفعل المهمه وبيطلع له اشعار من البتاع ده وبيقول له تم قبول المهمه بنجاح. وهي بتكون غضبانه من صاحبنا جدا وبتقول له انت مجنون بشكل كبير يا عم، لو احنا فشلنا في المهمه دي هنخسر 10 نقاط مكافاه المهمه كعقوبه. لكن صاحبنا بيهم مش جاوب السبب وبيمشي وبيقول لها امشي بس واسكتي، ولو حصل اي حاجه فانا هتكفل بالخطا ده. وهي بتكون ماشيه وبتكون غضبانه جدا وبتقول حزن عشان انا قابلت المهمه دي، فانا وانا جاي هشيل جثتك على ايدي لفشل المهمه. وبنروح مع الاشخاص دول، وبيكون الشخص ده بيكون خايف وماسك التليفون وبيتكلم وبيقول ايها القائد لقد تم اخذ مهمه تنظيف الزرج في المجاري. وفي شخص تاني واللي هو الشخص ده بيقول له هو انت بتقول يا عم هو مين اللي خد مهمتنا؟ والاشخاص التانيين بيقولوا باين كده ان فريق 18 هو اللي خدها، وخليك فاكر ان المهمه دي ب 300 نقطه، ولو هما كملوا المهمه دي وكسبوها فده هيعادل 300 شهر. وهو ماشي بيقول يلا بينا خلينا نروح لمدخل المجاري ونشوف مين اللي هياخد المهمه دي. وبيكون صاحبنا وشيه ويي بيكونوا ماشيين ورا بعض، ويي بيكون ماشي وبتقول لصاحبنا انتبه يا هان، انت قد كشف الحياه في شخص شاف 8 زرق في الدرجه الثانيه، من المحتمل ان يكون العش بالداخل. وصاحبنا بيسيبهم وبيجري بسرعته الكبيره وبيجري ناحيه الوحوش دي. يي بيكون خايف جدا وبتقول ده في زرق هنا من الدرجه الثانيه، ده الفريق العادل كله قاتل مع واحد منهم بس وقتله بكل صعوبه، فانت لوحدك هتقتلهم. لمح البصر صاحبنا بيقتلهم لكن ما بتشوفوش هو بيقتلهم، وبيكون يي شايف الموضوع ده كله وبيكون مستغربه من قوه صاحبنا الهائله وبيكون مصدومه، وبتجري كمان هي ناحيه الوحوش دي. لكن عم بتوصل بيكون صاحبنا قتلهم، تتوجه ناحيه صاحبنا كده وصاحبنا بيكون قضى عليهم بكل سهوله، وبيكون في شخص مرمى على الارض وصاحبنا بيقول يلاقيش لقد تم كل شيء. وهي بتكون مصدومه بتقول هو انت بالفعل اللي عملت كل ده يا هان؟ وهان بيقرب عليها كده وبيبتسم لها وبيقول لها نعم تمت المهمه بسلاسه تامه، ذهب لجمع المواد القيمه من جثث الزرج. وصاحبنا وشيه بيسيبوها وبيمشي، وصاحبنا وهو ماشي بيقول لها من المفترض ان يكون الرجل الملقى على الارض هو حارس المدينه المفقوده، لكنه ما بالفعل يمكنك اعادته ايضا. وهي بتفكر في صاحبنا وبتقول هو من الشخص ده بحق الجحيم عشان يقتل الوحوش دي بكل سهوله من الدرجه الثانيه. والاشخاص اللي احنا شفناهم اللي كانوا في المجاري اللي كانوا برضو واخدين المهمه دي، وبنشوف اشخاص جم بعد ساعه، وبيكون الاشخاص دول هم اللي كانوا واخدين المهمه دي قبل صاحبنا لكن فشلوا فيها وبيكونوا وصلوا للمكان اخيرا. والشخص ده بيكون مصدوم وبيقول هو بالفعل كلهم ماتوا؟ والشخص اللي جنبي بيقول له ده كان في هنا 10 من الدرجه الثانيه. والشخص ده بيروح ناحيه الوحوش وبيتصدم حرفيا وبيزعق وبيقول لهم ده في حد جه هنا وضربهم ضربه واحده موتهم كلهم. وبيروح ناحيه الكابتن وبيقول له لقد اكتملت مهمه اباده الزرج. والكابتن بتاعه بيكون مصدوم حرفيا وبيقول اي نوع من الوحوش اكمل هذه المهمه؟ وبيروح المكتب بتاعت الشو وبيكون في شخص واقف وماسك التليفون ده وبيكون مصدوم حرفيا وبيقول نائب الكابتن تشاو الان اكمل 527 مهمتين والان ارتفع نقاطهم الى 350 نقطه. وتشاو بيكون مصدوم حرفيا وبيمعله وبيزعله وبيقول له انت يا واخده لقد اخبرتك تعبس معهم وهذه هي الطريقه التي تفعل بها ذلك. والشخص اللي قدامه بيكون خايف جدا وبيقول له نعم انا اسف. وتشاو بيقوم من على المكتب وبيكون غضبان جدا وبيقول هنزل لا تعتقد انه لمجرد انك وجهت بعض الداعمين لا استطيع العبث معك بعد، اذهب واطلب من الفريق الاخر ان تتولى جميع المهام في مدينه دياب بلو. شاوبي بالفعل بيقول له نعم يا سيدي وبيكون خايف منه جدا، وبيروح مع صاحبنا وشاو المعلم بيكونوا قاعدين على الترابيزه وبياكلوا المعلم. والمعلم بيقول لهان انا سمعت من خلافك مع تشاو، هل تحتاج الى مساعدتي؟ وهان بيقول له شكرا يا معلم ولكن لا داعي لذلك.
لقد أخذ الحارس اسم حماية المدينة، لكنهم لا يقومون بجواب حمايتها. في الواقع أنا مهتم أكثر بقضايا أخرى داخل المنظمة بنفسها. والمعلم بيرد عليه بيقول له مع نمو أي منظمة فإنها ستواجه مشكلة مختلفة. على مر السنين كانوا مشغولين بالتعامل مع كوارث الزورج عندما تتعفن الجذور في قطعها لن يعالجها، ولهذا السبب فهي تحتاج إلى نار لحرقها لكن تولد من جديد. لهذا السبب اخترتك أنت. وهان بيبص المعلم وبيقول له أيها المعلم هل تطلب مني أن أكون تلك النار؟ والمعلم بيرد عليه وبيقول له يمكن للنار أن تحرق الأوراق الميتة وتبدد الظلام، ولكنها يمكن أن تنطفئ أيضا في أي لحظة. لقد أخبرتك من قبل، اختيارك كيفية السير على الطريق في المستقبل يعود إليك. وصاحبنا بيقول له نعم فهمت أيها المعلم. بالمناسبة يا معلمي لم أتمكن مؤخرا من اختراق المستوى الثامن من تقنية القبضة السريعة الثمانية، كيف يمكن التقدم إلى المرحلة التالية؟ والمعلم بيرد عليه وبيقول له لاختراق المستوى الثامن يجب أن تتذكر 3 كلمات. وبنروح في سلاش باك كده صغير مع المعلم لما كان بيقاتل الوحوش دي وهو كان متصاب من كل مكان، وصاحبنا بيبص على اللحمة دي والمعلم بيقول له بين الحياة والموت. وبنيجي بالليل مع صاحبنا في اوضته وهو نايم وبيفضل يفكر وبيقول بين الحياة والموت بعد الأكل والشرب حتى الشبع أستطيع أن أستريح أخيرا. لكن اللي بيقطع كلامه هي شيا وهي بتجيله بتكون مكسوفة جدا وبتقول له هان هل يمكن النوم هنا الليلة؟ وصاحبنا بيكون مصدوم منها جدا وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ الفيلا دي كبيرة جدا وفيها كذا أوضة، ليه انت ما بتقعديش في اوضتك الخاصة؟ وهي بتقول له هي مكسوفة. قام المعلم بإغلاق جميع الغرف الآخرين. عشان كده أنا جيت لك هنا عشان عايز أنام عندك، عشان كده أنا جيت لك هنا. وصاحبنا بيقوم يقف وبيكون مكسوف جدا وبيقول لها ماشي انت نام على السرير وانا هنام على الارض، بس الارض متلجه جدا. وهي بتترمي في حضنه وبتقول له غير ممكن اليوم يجب ان تنام في السرير. وصاحبنا بيكون مكسوف منها وبيقول لها بس ده ما ينفعش يا شيا. لكن يا صديقي بنشوفهم برضه هما الاتنين راقدين على السرير جنب بعض. وبنيجي تاني يوم معاهم وهما داخلين المكتبه بتاعت 527 وصاحبنا هو داخل بيقول وصلت على راحه جيده الليله الماضيه، حان الوقت للعثور على بعض المهام الجيده اليوم. بنخش جوه معاهم بتلاقي وهونغ واقفين وهي بتقول تم إيقاظه حديثا بعقد من الرتبة تريبل إيس سيد الروح في مدينة دي بي بلو، وهو أقوى مبتدئ في التقييم الرئيسي لعقد الروح. بيقتل على الفور الزورج من المستوى الثاني ويبارز الزورج من المستوى الثالث سيد عقد الروح الأكثر موهبة في التاريخ. وبيرد عليها وبيقول لها العبقري رقم 1 في أكاديمية شانجتيانغ هانزان إنه أنت في الواقع. وهونغ بيكون هتوع لكن صاحبنا بيروح عليها وبيلقط على آخر لحظة وبتقول له النوبة اللي فاتت ما كنتش أعرف مدى قوتك، اعتقدت إنك مجرد شخص لديه اتصالات وانا بعتذر منك عن اي اساءة انا قلتها لك. لكن صاحبنا بيقول لها نحن جميعا زملاء في الفريق ولا داعي لاننا نكون رسميا جدا. وهي برضه بتكون ما زالت تعبانه وبتقول له بس انت طول ما انت هنا فده هيقلل من قوتك وموهبتك. انا مش عارفه الاشخاص الكبار دول بيفكروا في ايه. لكن صاحبنا بيقول لها الاشخاص العاديون يتشكلون حسب بياناتهم لكنني ساغير هذه البيئه. ويفان بيكون لسه برضه بيشرب وبيرد عليهم وبيقول لهم انت هتجادل، لن يكون من السهل حل المشكله الاساءة الى تشاو، سيفعل كل ما يلزمه لنفيك الى المدينه السفلي. وهونغ بتكون متضايقه بتمسك التليفون ده وبتقول لسبب ما جميع المهام اللي في ديبي بلو اتنفذوا كلها واحنا دلوقتي مش هنعرف نخش اي مهمه ومش عارف اعمل ايه. وهان بيقول لي وانت بالفعل قلتي تنفيذ جميع المهمه في مدينه ديبي بلو؟ وهي بتقول نعم يا هان. هو انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ وهان بيقول لي لا اعني ان جميع مهام مدينه ديبي بلو قد تم تنفيذها، ولكن ماذا عن المدينه الاخرين؟ وبيمسك الجهاز ده وبيقول دعونا نحاول قاعدتنا الى مدينه كانغاي. وبيطلع له كذا رساله في الجهاز ده وبيقول له تم تاسيس المهمه بنجاح لم يتم استلامها. وصاحبنا بيقول هناك حقا البعد. وهونغ بتقول على الرغم من ان يمكننا القيام بمهمه عبر المدينه فهذا يعني ايضا سيتعين علينا السفر الى مدن مختلفه لاكمال المهام. وبنروح في سلاش باك كده صغير وبنسمع صوت بيقول ومع ذلك فان طريق خارج المدينه مليئه بالزرقة عاليه المستوى، هذه الرحله انها خافئه. وما بنعرفش اللي بيحصل تاني لان الحلقه بتاعت النهارده بتخلص. ولو عجبتك الحلقه فانزل اعمل لايك واشتراك وكومنت كده عشان يشجعني ان انا اكمل. وسلام على اهل السلام. سلام. よっセカンド